واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا. واحنا قلنا صديق يعني ايه؟ بعض العلماء يقول صديق يعني يكثر صدقه في الاشياء، يخبر بالواقع. ما هو الصدق معناه ايه؟ ان يتكلم المتكلم كلاما يوافق الواقع. لان احنا قلنا ان فيه نسب 3: نسب ذهنيه في الذهن، نسب كلاميه، نسب واقعيه في الخارج. فواحد قال ايه؟ محمد مجتهد. ساعة ما قال دي نسبة كلامية، قبل ما يقولها على لسانه كانت دايرة في ذهنه انه يقول ولا ما يقولش، يبقى النسبة الذهنية سبقت النسبة الايه؟ الكلامية. بعد ذلك نشوف الخارج والواقع. في حد اسمه محمد مجتهد؟ إن كان صحيح يبقى الكلام النسبة الكلامية اللي صادرة عن نسبة ذهنية وافقت النسبة الايه؟ الخارجية. يبقى الكلام صادق ولا مش صادق؟ إن ما كانش فيه محمد ولوش مجتهد بقى يبقى كلام ايه؟